عندك الفراغات في الشعر ديالك، عندك شعرك كيطيح، او عندك الشعر ديالك ما كيطوالش، كيوصل لواحد الحد وما تيطوالش، عندك التونيه في الشعر ديالك، او عندك الثعلبه في الشعر ديالك. وصفه اللي رائعه جدا غادي تغنيك عن المستحضرات اللي كتاخديهم بواحد الاثمنه اللي كتكون باهظه الثمن. هاد الوصفه هذه مكونات اللي فيها طبيعيه ومتواجده عندنا في المطبخ ديالنا، وهذه هي الوقيته ديال المكون غزال بزاف اللي كيمنع لنا التساقط، كيغدي لنا البصيلات الشعر، كيعالج لينا فروة الرأس. وصفة غزالة بزاف، مكون رائع جدا أكثر من رائع. بالنسبة لهاد الوصفة هذه كنحتاجو لها الشيبة، الشيبة البلدية، يعني ماشي الشيبة الرومية، الشيبة البلدية. كيف ما شفتو هي هذه الورق ديالها ما تيكونوش خضرين بزاف، يعني كيكونوا شي شويه بحال غادي الصفوريه. هاد العشبه هذه غزاله بزاف، كتوقف لينا التساقط، كتعالج لينا فروه الراس، كتعالج لينا الثعلبه. الناس اللي عندهم الشعر ديالهم كيطيح او الشعر ديالهم دغيا كيتهرس وشعرهم قصف، وصفه زوينه بزاف. هاد النبته هذه اللي هي الشيبه، كيف ما قلت لكم الشيبه البلديه، عملوا الشيبه البلديه كتعطي نتيجه غزاله بزاف، احسن من الروميه. وكيف ما قلت لكم البلديه راه كتكون قصيره، ماشي بحال الروميه كتكون الورق ديالها غليظ بزاف وكتكون خضراء بزاف، يعني كتكون غنيه بالمبيدات. بالنسبه لهاد الشيبه هذه كناخذوا تقريبا 4 العريشات ديال الشيبه وكنغسلوهم مزيان. كنضيفوا معلقه صغيره ديال الزعتره. بالنسبه للزعتر الا تواجدت عندكم طريه ممكن تضيفوها، الا ما كانش عندكم ممكن تضيفوا الجافه. كنحتاجوا المعلقه ديال الخزامه. خزامه كيف ما عرفتوا راها غزاله بزاف الناس اللي عندهم الشعر ديالهم كيطيح ولا ما كيطوالش. كنحتاجوا المعلقه صغيره ديال الشيح. الشيح كذلك غزال بزاف لفروه الراس. هاد المكونات هادو كنوضعوهم في واحد الاناء اللي كيمشي فوق النار. كنحتاجوا الثومه، الناس اللي كيخافوا من ريحه الثومه فهاد الوصفه هادي يعني مع هاد الاعشاب هادي ما كتعطيش الريحه ديال الثومه. يعني هادوك الاعشاب كيغلبوا ريحتهم كتغلب على ريحه الثومه. وما تحكوهاش، يعني الا قطعتوها غير هكذا انصاف، يعني قطعتوها على جوج، راه ما كتعطيش هذيك الريحه اللي كتكون مجهده. ومع هاد الاعشاب كيف ما قلت لكم ما كتخليش هذيك الريحه تلصق لكم في الشعر ديالكم. كيف ما شفتوا المكونات كاملين كنوضعوهم في واحد الاناء، مقدار ديال معلقه صغيره من كل مكون. كنضيفوا عليهم تقريبا كاس كبير ديال الماء اللي كيكون طايب، يعني كيكون سخون بزاف. هاد المكونات كاملهم كنديهم يغلاو لنا فوق النار. بالنسبه لهاد المكونات كنحطوهم في واحد الاناء كيف ما قلت لكم، ونحطو فوق النار ونغطيوهم، ما كنخليوهمش يعني ما مغطيينش، ضروري نغطيوهم تقريبا مدة 15 دقيقة فقط، غير يغلاو لينا وصافي. حنا ديجا درنا الماء اللي كيكون سخون بزاف، يعني باش كيساعدنا باش المكونات كيطلقوا دغيا. كنغطيو عليهم مدة 15 دقيقة صافي، وكنزولوهم فوق النار. ودائما يعني اي عشبه غليتوها او اي نبته درتوها فوق النار ضروري تغطيوها باش ما كتفقدش هذوك الزيوت الفوائد ديالها، ضروري كتغطيوها. هنا انا كنت مغطيها وحيتها غير على ود التصوير باش نوري لكم. صافي يعني من بعد ما زولتها من فوق النار كنخليها حتى كتبرد شويه. من بعد ما بردت غير شويه كنصفيوها. يعني وصفة اللي سهلة بزاف ولكن النتيجة ديالها غزالة، يعني أكثر من رائعة، كتعطي واحد النتيجة زوينة بزاف. التساقط ما كيبقاش يتساقط لكم الشعر ديالكم، كذلك كتبان لكم الخلفة، يعني فاش كديروه في الشعر ديالكم هذا المحلول هذا كتبان لكم الخلفة ديال الشعر ديالكم. كذلك الناس اللي عندهم الحكة في الشعر ما كتبقاش. كيف ما شفتوا كنصفيوه في واحد الإناء ونخليوه حتى كيبرد، يعني ما كنديروش في السبراي وهو سخون، حتى كيبرد عاد تعملوه في واحد السبراي. من بعد يعني من بعد ما كيدفى ليا او كيبرد كناخذ منه تقريبا 2 معالق حتى 3 المعالق. كيف ما شفتوا البنات غير تبعوا معايا الوصفه راه غادي تشكروني عليها، يعني اي وحده جربت هذه الوصفه هذه حتى تعطي معها نتيجه عاد دخل تكومونتي ليا وتقول لي كيفاش جاتها الوصفه، لانها بصح كتعطي واحد النتيجه غزاله غزاله بزاف. كناخذوا شامبوان اللي عندنا معتمد، من الاحسن تعملوا هاد شامبوان ديال الاطفال لانه ما كيضررش لينا الشعر، ماشي بحال الشامبوانات الاخرين. كناخدو تقريبا المقدار ديال يعني معلقه كبيره، يعني هو المقدار باش كتغسلوا الشعر ديالكم. وتاني على حسب الكثافه ديال الشعر ديالكم، يعني الا كان عندكم الشعر كتير بزاف راه كديروا معلقه كبيره،
كان عندكم الشعر يعني قصير او مقطعينه، يعني شعركم قصير، كتعملوا غير نصف معلقه او معلقه صغيره. كيف ما قلت لكم عندكم الشعر كتير، راه كتعملوا معلقه كبيره. بحال انا دابا عندي الشعر كتير كنعمل معلقه كبيره. كنخلطوها مع تقريبا 3 المعالق ديال هاد المكونات اللي ديجا صوبنا. بالنسبه هاد الشامبوان اللي خلطت معكم، هذا هو اللي كنغسلوا به شعرنا في الدوش يعني. وبالنسبه لهاد المحلول هذا راه كنحطو يعني كنخويوه في واحد القرعه اللي كيكون فيها واحد البخاخ باش كنرشوا بها الشعر ديالنا. من بعد ما كيبرد يعني كنأكد انه حتى كيبرد عاد كنوضعوا في هذه القنينه هذه ديال او في هذه القرعه هذه ديال البلاستيك. او يمكن لكم تعملوا في، الا عندكم ديال الزاج كانت احسن، يعني عملوه في واحد القنينه ديال الزاج. ما كانش عندكم عملوه في تاع البلاستيك، ولكن حتى كيبرد. بالنسبه لهذا المحلول هذا كتبقاو ترشوا به الشعر ديالكم. رشوا به الشعر ديالكم من 2 المرات حتى 3 المرات في النهار، وما تحتاجوش تغسلوه. يعني هذيك الريحه ديال الثومه راه ما كتبقاش. كنأكد عليكم البنات ان هذيك الريحه راه ما كتبقاش ديال الثومه، يعني ما تخافوش منها. بالعكس راه هذا المحلول فيه واحد الرائحه اللي زوينه بزاف. كترشوا به الشعر ديالكم بهذه الطريقه هذه، يعني بقاو كتحلوا في الشعر ديالكم وانتم كترشوه بطريقه يعني عاديه كيف اي بخاخ فاش كتعملوه للشعر ديالكم. وقويوا يعني الا قدرتوا ترشوا 3 المرات، يعني عملوا هذه العمليه 3 المرات في النهار كتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. وفاش كتبغيو تمشيو يعني للدوش، ديروا هاد الشامبوان هذا، يعني خذوا شامبوان وخلطوه مع 2 المعالق حتى 3 المعالق من هاد المحلول هذا. وراه كتشوفوا الشعر ديالكم كيبدا تينوض لخلفه، ما كيبقاش يتهرس ليكم، ما كيبقاش مقصف، ما كيبقاش يعطيك ديك الحكه اللي كتكون في الفروه ديال الراس. كذلك راه كتزول. كذلك الناس اللي عندهم القشره الغليظه، او الناس اللي عندهم الحكه في الشعر، او عندهم الزغبه دهنيه بزاف، يمكن لهم يعملوا هذه الطريقه هذه، راه غادي يتخلصوا من المشاكل اللي كتكون عندهم في الشعر. وكنتمنى البنات فعلا تجربوا الوصفه، كتعطي واحد النتيجه اللي غزاله بزاف. يمكن لكم تحتفظوا يعني في الباقي بالباقي ديال هذا المحلول هذا في الثلاجه. دائما تحتفظوا به في الثلاجه. فاش تبغيو تستعملوه يعني دفيوه شويه، عاد عملوه في الشعر ديالكم. الا ما بغيتوش تعملوا سبراي او البخاخ، ممكن تعملوه غير في واحد القطينه او في واحد القطعه ديال الثوب، وبقاو تهزوا شويه في المحلول وتديروه في الفروه ديال الراس. كنتمنى البنات تبقوا الوصفه كيف عطيتها لكم. وبالنسبه للشامبو ممكن تحضروا بكميه كبيره، يعني ما عندكم مناش تخافوا منه، حضروا بكميه كبيره واحتفظوا به. يعني فقط احتفظوا به تتبغيو فاش تبغيو تستعملوا، يعني كتستعملوا عادي، ما كيخليش الريحه. ما عندكم مناش تخافوا منه. واخا ديروا شامبوان وتخلطوه بهذا المحلول هذا، راه ما كتبقاش هذيك ريحه الثومه. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديالي ديال اليوم، واهم حاجه تجربوها.